السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور محمد منصور وفيديو جديد من قناة البيطار. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت في سلسلة تربية الدجاج البياض، تجهيز العنبر لاستقبال الكتاكيت من عملية التنظيف والتطهير وانواع الفرشة واستقبال الكتكوت، واتكلمنا عن الفرق ما بين السلالات وانواع السلالات البني والبيضة والفرق ما بينهم. كمان اتكلمنا عن انواع المعالف والسقايات اللازمة لتربية الدجاج. لا 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 يا شيخ، صلي على النبي. لا يا شيخ، يا هو صلي على النبي. يلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة درجة الحرارة في استقبال الكتاكيت. استقبال الكتاكيت بيكون عند درجة حرارة شبيهة بدرجة الحرارة اللي بنستقبل عليها الدجاج البلدي اللي هي 35 درجة مئوية، ولكن طبعا في اختلافات بسيطة على حسب نوع السلالة. يعني في سلالة تحتاج 34 درجة وفي سلالة تحتاج 35. يبقى بشكل عام الأسبوع الأول بنستقبل من 34 ل 35 درجة مئوية، وفي الأسبوع التاني يعني لو نهينا الأسبوع الأول على 34 نبدأ الأسبوع التاني ب 34 درجة وننزل كل يوم درجة لغاية ما نوصل ل 28 درجة عند نهاية الأسبوع التاني. في بداية الأسبوع التالت بيكون درجة الحرارة عندنا 28 وبنبدأ ننزل لغاية ما يكون عندنا 26 درجة في نهاية الأسبوع التالت، يعني تقريبا كل يومين نص درجة. في الأسبوع الرابع بنبدأ درجة الحرارة من 26 وبننتهي عند 24. في الأسبوع الخامس بيكون درجة الحرارة ما بين 24 وبننزل لغاية 22. من عند الأسبوع الخامس ولغاية نهاية فترة التربية والإنتاج بيكون درجة الحرارة ما بين 22 و20. يعني لو وصلت معاك 20 في الشتاء بيكون ده شيء طبيعي، لان التمبريتشر توليرانس او درجة التسامح بتاعت الفراخ مع درجة الحرارة حاجة كده في حدود ال20، ما ينفعش ابدا تقل عن 20 درجة مئوية تحت، ولكن الدرجة المريحة للفراخ بتكون من 20 ل 22. هنيجي على برنامج الإضاءة والإظلام. في ناس تسأل ليه الإظلام مفيد للفراخ؟ أنا ممكن أقول لك نعكس السؤال ونخليه ليه الإضاءة مفيدة للفراخ. الإضاءة مفيدة للفراخ وخصوصا الدجاج البياض. رقم واحد علشان يشوف ياكل ويشرب. رقم اتنين لأن الضوء مهم جدا لتحفيز الغدة النخامية اللي بتنتج الهرمونات المسؤولة عن بناء ونمو الأعضاء الجنسية التناسلية. عشان كده ممكن يجي سؤال يقول يا دكتور الفراخ عندي بشرت ولكن بعد التبشير ابتدى البيض يقل لغاية ما قطعت، وده بيكون لعدة أسباب ولكن أهمها إن فترات الضوء مش مناسبة. يعني أنت بتربي الفراخ في فترات الضوء النهار الطبيعي وبعد كده بتضلم، وده بيأثر زي ما أنا قلت لك على إنتاج البيض وممكن يوقف إنتاج بيض خالص. ممكن يكون سبب تاني اللي هو العلف والتغذية وده هنتكلم عنه بعدين. بعد ما عرفنا أهمية الإضاءة في الدجاج البياض هنتكلم عن برنامج إضاءة يمكن إن احنا نتبعه أثناء فترة التربية والإنتاج. لو أنت مش حابب تمشي على البرنامج ده، هو بيكون في برنامج إضاءة لكل سلالة مختلفة عن السلالة التانية، وكمان العنابر المفتوحة غير العنابر المغلقة، لأن في العنابر المغلقة بتقدر تتحكم في عدد ساعات الإضاءة بعكس العنابر المفتوحة. كمان يعني انت لو مش حابب تمشي على البرنامج ده، في هيدلاينز او خطوط عريضة هحطها لك علشان لو حابب تعمل لنفسك برنامج هيكون دي اهم حاجة لازم تمشي عليها. مبدئيا تربية الدجاج البياض بتبدأ بإضاءة 24 ساعة لمدة أسبوع بالظبط زي الدجاج التسمين. في ناس بتشتغل لمدة 3 أيام بس وبعد كده بتنزل فترة الإضاءة ل 22 ساعة في الأسبوع الأول، وبعد كده في الأسبوع التاني بتبقى 20 ساعة وتبدأ تنزل ساعتين كل أسبوع لغاية ما توصل عند نهاية الأسبوع الثامن. من أول الأسبوع الثامن بنثبت فترة الإضاءة ل8 ساعات وبنرجع نزودها تاني تدريجيا لغاية ما نعمل الإثارة الضوئية أو التحفيز الضوئي للفراخ عند بداية النضج الجنسي، وهو غالبا بيكون الأسبوع ال18 او بيختلف، ممكن اسبوع زيادة او اسبوعين زيادة على حسب السلالة، ولكن في الاغلب بيكون عند الاسبوع ال18 بيحصل الاثارة الضوئية لان بيتزامن معاه النضج الجنسي للفراخ، وبنرفع درجة او فترات الاضاءة وقتها ل 16 ساعة. الكلام ده في العنابر المفتوحة او التربية الاهالي. بيبقى النظام ان انت بتشتغل 12 ساعة اضاءة بتاعت النهار عادي، وبعد كده بتزود حوالي 4 أو 6 ساعات من الليل، بتزود الإضاءة الكهربائية من 4 ل 6 ساعات في الليل علشان توصل لفترة إضاءة من 14 ل 16 ساعة أثناء فترة الإنتاج. طيب لو أنت عندك عنبر مغلق التحكم في الإضاءة بيكون أسهل من كده،
وكمان بنتحكم في شدة الإضاءة، يعني نبدأ بإضاءة شدتها منخفضة جدا وبعد كده نضاعف شدة الإضاءة عند فترة الإنتاج 10 أضعاف الشدة اللي بدأنا بيها التربية. ولكن لو احنا بنتكلم أغلب الناس اللي بتربي أو أغلب متابعين القناة بيربوا التربية الأهالي والعنابر المفتوحة، فعشان كده بتحتاج فقط إن أنت تزود من 4 ل 6 ساعات إضاءة على الإضاءة النهارية في فترة الإنتاج عشان توصل ل 14 أو 16 ساعة إضاءة. في البرنامج ده بنعتمد على عمر الفراخ، واللي غالبا بيكون عند الاسبوع ال 18 بنبدأ نعمل التحفيز الضوئي. ولكن لو الفراخ وزنها ما وصلش للكيلو ونص بنأخر شوية من التحفيز الضوئي علشان الفراخ ما تبدأش في البيض، وبيكون الأعضاء الجنسية ما اكتملتش في النمو، وبالتالي بيحصل البيض في فترة مبكرة، وممكن يؤدي إلى ذلك انقلابات للرحم ونفوق للدجاج، وده بسبب ان الاعضاء الجنسية للمبايض وقناة البيض داخل الفراخ ما بتكونش نضجت او اتكونت بشكل كامل، وبالتالي عملية انتاج البيض في الفترة دي بتعمل مشاكل كبيرة. فعشان كده لو احنا ماشيين على برنامج للإضاءة بنعتمد فيه على عمر الطيور من عند الاسبوع ال 18، والنظام التاني الافضل ان احنا نعتمد على وزن الطيور. الفراخ اللي بتجيب وزن كيلو ونص بنبدأ نعمل لها التحفيز الضوئي من كيلو ونص لكيلو 600 جرام، ولكن الفراخ اللي وزنها اقل من كده بنأخر عملية التحفيز الضوئي علشان زي ما قلت ما يحصلش نفوق او انقلابات للرحم، ومش هنوصل خالص لقمة انتاج. فبنشوف التجانس عندنا في الاوزان، لو في فراخ وزنها اعلى من فراخ بيتم نقلها العنبر تاني، والفراخ اللي وزنها لسه ما وصلش وزن السلالة بيتحط في عنبر لوحده، وبنعمل لها تعديل في برنامج التغذية، بنرفع لها في الجرامات بتاعتها او في نسبة البروتين علشان تحصل الاوزان المطلوبة في العمر ده. ولو احنا عندنا عنبر واحد بنحط الفراخ اللي وزنها تقيل في اخر العنبر والفراخ اللي وزنها صغير في اول العنبر، وبيتم تعديل برنامج التغذية ليها علشان نحفزها للإضاءة ونحفزها لإنتاج البيض. انا هنا اكون وصلت لنهاية الفيديو ده، يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل لايك علشان اللايك بتاعك بيعرفني انك مهتم بالفيديو وان الفيديو عجبك، ولو انت اول مرة تشوف القناة دي يا ريت تشترك عشان تشوف باقي الفيديوهات. وبس كده، سلام.